مساء الخير بنات. تجيني بعض الأسئلة، ومرات البنات اللي مبتدئات من الزوجات جديد يسألن: العدس هم يصير مرقة؟ اي نعم يصير مرقة. يصير مرقة بس مو الكل يحبها. أنا وحدة من الناس مو كلش أحبها، بس هي تصير مرقة وكلش طيبة حقيقة، بس مو كل واحد يحبها. فهي طريقتها شنو؟ طريقتها نحمس بصل ونخلي معجون هم نحمسه زين. نحمس البصل ونحمس معجون وياها هالطريقة هاي تطلع كلش طيبة. طبعا ما ننسى نخلي منكهات، نخلي بهارات كاري وكركم، شوية كاري، نخلي شوية دارسين، شوية كاري، نومي بصرة مطحونة، وقليل كمون. هسه اخلي العدس واخلي وياه مي ونخليه لحد ما ينشف المي مالته. نخليه لحد ما ينشف المي مالته ويستوي. بعد ما نشف المي نهرسها بهاي الطريقة هيك يعني على كيف، ونضيف لها عصير الطماطة. طبعا عصير الطماطة مهم يضيف لها نكهة. نحركها ونضيف لها بعد مي اذا نشوفها حيل ثخينة، وهاي ضفت لها بعد مي لان صارت ثخينة، وننتظرها لحد ما تفور. وهاي مرقة العدس تفور والريحة مالتها كلش طيبة، عبالك ريحة قيمة كأنما طابخة قيمة وبيها لحم والله. بس هي يعني بس مرقة عدس بدون اي اضافات، بس خليت لها توابل.